يما اشتريت 2 اندومي، تريدين اسوي لك وياي اندومي؟ لا يما شنو انت تريد تورطني؟ انا اخاف من الاندومي. بس يما اريد اسالك سؤال، انت الاندومي شلون تسويه؟ يما الاندومي ما يراد له شي، تجيبين جدريه وتخلين بيها مي وتخلين الاندومي، وورا ما يستوي الاندومي راح تخلي له البهارات وخلاص. زين يما ليش ما تسوي الاندومي هالمره بغير طريقه؟ يعني يما شلون تريدين اسوي الاندومي بغير طريقه؟ يما هسه راح افهمك يعني شلون تسوي الاندومي بغير طريقه. يعني مثلا سوي الاندومي على الطريقه السعوديه، يعني سويه على طريقه الكبسه السعوديه، لان الكبسه السعوديه الاكله المفضله عند السعوديين. او مثلا سوي الاندومي على الطريقه العراقيه، يعني سويه على طريقة الدولمة العراقية، لأن الدولمة العراقية الأكلة المفضلة عند العراقيين. أو مثلا سوي الأندومي على الطريقة المصرية، يعني سويه على طريقة الفول المصري، لأن الفول المصري الأكلة المفضلة عند المصريين. والله يما صراحة خوش فكرة، بس بشنو أبلش؟ أبدأ أسوي الأندومي على طريقة الكبسة السعودية، لو أسويه على طريقة الدولمة العراقية، لو أسويه على الطريقة المصرية؟ بشنو أبلش بالأول؟ يما أنا أقول بالأول سوي الأندومي على طريقة الكبسة السعودية. ماشي يما، أنا هسه رايح أسوي الأندومي على طريقة الكبسة السعودية. يما سويت الأندومي مثل ما تريدين على طريقة الكبسة السعودية. يلا يما لا تجرب الأندومي وشوف طيب على طريقة الكبسة السعودية. ماشي يما هسه راح أجربه. والله يما الطعم يخبل، وشكرا على هاي الطريقة. يما لعد اذا نجحت هاي الطريقة وفعلا طيب هيك الاندومي يصير، ليش ما تصور مقطع عنه هسه وتنشره؟ والله يما صرت اخاف اصور من ورا خالتي، هسه هم راح تعرف انا جاي انشر مقاطع، والمقاطع كلها اللي جاي انشرها راح تنمسح من ورا الحسد مالها. لا تخاف من خالتك، خالتك مسافرة خارج العراق ما ترجع بعد. اذا خالتي مسافرة اصور لعد، ليش ما اصور؟ اي عافية يما صور. هلا والله شلونكم اخباركم؟ رجعت لكم من جديد، وان شاء الله اليوم المقطع مختلف عن كل المقاطع. اليوم المقطع سويت اندومي على الطريقة السعودية. احمد شلون سويت الاندومي على الطريقة السعودية؟ سويت الاندومي على طريقة الكبسة السعودية، وهي الاكلة المفضلة عند السعوديين. واذا تحبون اجرب قدامكم هذا الاندومي اللي على طريقة الكبسة السعودية. طبعا ما احكي لكم الطعم يخبل، واتمنى من الكل يجربوا الاندومي على طريقة الكبسة السعودية وراح تعجبكم. مع السلامة. يا رب يصعد المقطع وينتشر مثل ذيك المرة. ان شاء الله يما يصعد المقطع مالتك. يما المقطع صار له 10 دقائق ولحد هسه ما صعد، شو اسوي؟ يما لا تظل كل شوية تباوع على المقطع اللي نشرته، عوف انساه. هسه صور مقطع ثاني، هالمرة صور الاندومي اللي على الطريقة العراقية. زين يما هسه شلون راح اسوي الاندومي على الطريقة العراقية؟ يما ما يراد له شي، قلت لك سوي الاندومي على طريقة الدولمة العراقية. ماشي يما، بعد ما سويت الاندومي على طريقة الكبسة السعودية هسه راح اروح اسوي الاندومي على الطريقة العراقية. يما وسويت الاندومي على طريقة الدولمة العراقية. يلا يما جرب الاندومي شوف يطلع طيب على طريقة الدولمة العراقية. يما قبل لا اجرب بشنو ابدي؟ بالبصل لو بورق العنب؟ يما جرب البصل بالاول. ماشي يما هسه راح اجرب البصل. هاي يما بشر طيب الاندومي على طريقة الدولمة العراقية لو لا؟ يما ماكوش طعم يخبل. يلا لعد يما صور مقطع عن الاندومي اللي سويته بالطريقة العراقية. ماشي يما هسه راح اصور. هلا والله شلونكم اخباركم؟ رجعت لكم بمقطع جديد، وهذا المقطع بعد اقوى من المقطع اللي قبله. هذا المقطع سويت بيه اندومي على طريقة الدولمة العراقية، وهسه راح اجرب قدامكم الاندومي اللي على طريقة الدولمة العراقية وانطيكم بيه رأيي بكل صراحة. شباب ما احكي لكم الطعم، اتمنى الكل يجرب الاندومي على طريقة الدولمة العراقية، وانا متأكد راح تعجبكم. مع السلامة. ان شاء الله يصعد هذا المقطع هم يا رب. ان شاء الله يما تصعد كل مقاطعك. يما هسه صور مقطع ثالث، لو انتظر المقاطع اللي صورتها تصعد. لا يما صور، وهالمرة صور على اندومي اللي راح تسويه بالطريقة المصرية. زين يما شلون راح اسوي الاندومي على الطريقة المصرية؟ يما ما يراد له شي، سوي الاندومي على طريقة الفول المصري.
ماشي يمه. بعد ما سوينا الاندومي على طريقة الدولمة العراقية، هسه راح نسوي الاندومي على الطريقة المصرية. يمه وسويت الاندومي على الطريقة المصرية مثل ما ردتي، قلتي سويه على طريقة الفول المصري. يلا يمه جرب وشوف الاندومي طيب على الطريقة المصرية. يمه هسه راح اجربه. يمه الفول ويا الاندومي كارثة، ماكو هيش طعم. يلا يمه لا اتصور عن الاندومي اللي سويته بالطريقة المصرية. هسه يمه راح اصور. هلا والله، شلونكم اخباركم؟ رجعنا لكم بمقطع ثالث، وهذا المقطع اقوى من المقطع الاول والمقطع الثاني. هذا المقطع سوينا الاندومي على طريقة الفول المصري، يعني سوينا الاندومي على الطريقة المصرية، وهسه راح اجرب قدامكم وراح انطيكم رأيي بكل صراحة. شباب انصحكم تجربون الفول ويا الاندومي، ماكو هيش طعم يخبل. يلا شباب، انا لهنا وصلت لنهاية المقطع، واتمنى تخلونا لايكات وتعاليق حلوة مثلكم. مع السلامة. يا رب هذا المقطع هم يصعد ان شاء الله. يما هذا المقطع هم يصعد. ماشي يما، راح انتظر المقاطع اللي نشرتها تصعد. ابشرك يما المقاطع ثلاثتهن صعدت. الشاقة يمه، صحيح صعدت المقاطع ثلاثتهن؟ والله يمه ما جاي الشاقة. عندك المقطع الاول اللي سوينا بالاندومي على طريقة الكبسة السعودية وموصل عندي 5 مليون مشاهدة، وعندك المقطع اللي سوينا بالاندومي على طريقة الدولمة العراقية وموصل 10 مليون مشاهدة، وعندك المقطع الثالث اللي سوينا بالاندومي على الطريقة المصرية وموصل 8 مليون مشاهدة. زين يمه شوف التعاليق، شوف ايش كاتبي لك العالم. هسه راح اقرا التعاليق، واكيد هسه التعاليق كلها جاي تمدحني. عندك التعليق الاول يقول استمر يا بطل ربي يحفظك. عندك التعليق الثاني يقول استمر يا وردة. عندك التعليق الثالث يقول اني خالتك شلون تسوي مقاطع بدون ما ادري، اني هسه جايه لبيتكم. السلام عليكم، ايش دعوة احمد تنشر مقاطع وخالتك ما تدري؟ خاله لا تخبليني، شلون جيتي بهاي السرعة للبيت؟ وثاني شغلة انت مو مسافرة خارج العراق؟ منو قال لك اني اصلا مسافرة؟ لا مسافرة ولا شي، كله كذب. ثاني شغلة مقاطعك حيل صاعدة، عندك المقطع الاول موصل 5 مليون، عندك المقطع الثاني 10 مليون، عندك المقطع الثالث 8 مليون. خاله بس لا تحزديني الله يخليش، راح تنمسح المقاطع كافي. يا عمي محظوظ، خو ما حظي لو اني انشر تصعد هيك المقاطع. انمسحت المقاطع، ارتاحيتي خاله؟ يما المقاطع ثلاثتها اللي نشرتها انمسحت وراحت المشاهدات من ورا خالتي. لو تسوي اندومي وتخلي فوق قاطلي وتنشره هم ما راح يصعد ولا راح تشتهر ما دام خالتك موجودة. مع السلامة.